صباح الخير. النهارده بقى يوم شاق جدا جدا جدا. النهارده انا قررت اساعدها في البيت، صعبت عليا. والله العظيم يا صعبت جماعه، مع عليا. اني بعمل والله العظيم كل يوم، بس ادم بقى بسم الله ما شاء الله يعني مبهدل الدنيا خالص. بصوا تمام، بصوا شايفين يا جماعه المنظر؟ لا ده كده ولا حاجه، ده كده ده في اوضه جوه كمان متبهدله خالص. شايفين المنظر؟ تعالى اوريهم بقى جوه المنظر عامل ازاي. الناس اللي طلبت الروتينات، تمام احنا هنعمل لكم روتينات اهو، بس اللي مش هيعمل بقى بصوا كومنتات ولايكات وشير واشتراكات وحاجات كتير، بصوا هعمل لكم حاجات ما اقولكوش يعني. هطلع لكم. بصوا يا جماعه، احنا طبعا الناس بتبقى مستغربه، احنا دايما قافلين الشبابيك. تمام، فاحنا احنا قافلين الشبابيك لان هنوريكم احنا الفيو بتاعنا يا جماعه. بنبصوا على سوق يا جماعه. احنا تمام؟ بنقوم الصبح على كيلو الطماطم ب5 فاحنا جنيه. بصوا ده الفيو بتاعنا اهو، تعالي اوريهم الفيو. بصوا ده الفيو بتاعنا، ربنا ما يكتبها على حد. بصوا يا رب، احنا اصلا يا بصوا يعني كل ده سوق. بصوا يا جماعه ده الفيو. طبعا سامعين صوت البياعين يا جماعه، اقسم بالله من الساعه 10 الصبح بتلاقي اللي هو 9 الصبح 9 الصبح بتلاقي الصبح. الصبات شغاله. تمام، على والأصوات. المهرجانات. ويلا كيلو الطماطم ب5 جنيه. والله العظيم بقوم احط مخده على دماغي عشان دماغي خلاص ورمت بجد. عشان كده احنا قافلين دايما. بص بقى المنظر بتاع الاوضه يا جماعه، وبص الحاجه اللي على السراحه من ساعة ما ولدت الأوضة دي يا جماعة عايزة بحط تتضرب كاتلس بالنار. جنبي، وبحط دواء جنبي، وبحط مش عارفه ايه، حاجات كتير قوي 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 زي ما انتم شايفين المنظر. فأنا النهاردة هساعدها. عشان ماشي؟ خاطر المنظر ده نحاول وحش نقلبه قوي. البيت، وهنسجل الصوت لوحده يا جماعة. هنسجل الصوت فويس اوفر، عشان طبعا احنا هنفتح الشباك بره، فانتوا مش هتقعدوا تسمعوا بقى كيلو الطماطم ب5 جنيه ولا ب 10 جنيه وناس ولا تقعد 6 تشتم في جنيه. بعض وكده. فاحنا هنسجله الصوت لوحده. تمام؟ ده منظر الأوضة. تمام. بصوا المعلم ادم. بس بقول لك ايه، هتساعدني هنساعدك مساعده عشان والله. انا تعبانه. ماشي. تمام، هندخله الكنبه دي بقى جوه. عايز تدخلها دخلها. طب تلاقي انت قدام الكاميرا. هندخلوها جوه بصوا ولا يا ايه؟ جماعه، انا مطلعه الكنبه دي بره، تمام، عشان زي ما انتم شايفين الصاله اللي بره دي ما فيهاش اي حاجه، عشان كان عندنا سفره طبعا متباعت، تمام، بعناها وكده. فانا قلت احط الكنبه دي بره عشان لو حد جه ولا كده، وما تبقاش فاضيه بمعنى اصح يعني. فبلال عايز ندخلها تاني جوه. ندخلها مكانها هنا كده ويبقى يعني هنعمله ايه طيب؟ ما يعني يبقى نكملوا شكل ادعوا لنا يا اللوجو. جماعه ربنا يكرمنا عشان خاطر نجيبوا حاجه في الصاله دي بدل ما هي فاضيه كده. ان شاء الله. ماشي. ودعمونا بقى بالله عليكم، دعمونا يا جماعه، والله العظيم احنا محتاجين الدعم والله. يلا نعمل، حطوا بقى الكاميرا ونبداوا بقى نسجل لكم الصوت. ساعدنا على الشعب بالله. وابتدينا نروقوا المنظر اللي انتوا شايفينه دوت، وبليل بقى شقيان يعني النهارده معايا. يعني غلطان؟ لا طبعا مش غلطان. فاللي هو بقى رمينا كل حاجه على الارض زي ما انتوا شايفين كده، واللي هو المنظر اصلا يعني مخليني مش عايزه اعمل اي حاجه الصراحه يعني. البيت وهو نضيف بيخلي الواحد ليه نفس. ايوه طبعا طبعا اكيد. وبلال بقى عمال ينظف يا جماعه التراب على الشباك. بينظف الركنه يا جماعه، وبينظف الشباك على الركنه، يعني المنظر رهيب بجد. وهنا بقى ابتدى ان هو يشيل السجاده عشان ما كنتش هعرف اشيلها طبعا عشان خاطر العمليه وكده، فقلت ان انا اساعد يعني بس. فانا بص بينظف ازاي، والله شاطر يا بلال، وربنا انا شاطر، والله انت شاطر يا بلال. طبعا احنا مقضيينها هزار وضحك وكل شويه اديها بحاجه في دماغها. انت على فكره انتوا شايفين الفيديو ده 18 دقيقه، بس احنا قعدنا بتاع ساعتين وشويه والله، عشان خاطر ان احنا نروقه، لان المنظر كان مش حلو خالص. فكان لازم بقى ان احنا نشيله ورا الكنب، لان بقى لنا فتره طويله جدا ان احنا ما عملناش اي حاجه خالص. ماشي، كنت بروق بس من فوق الوش الصراحه يعني مش هكذب. فانتوا شايفين بقى التراب اللي طالع من تحت الكنب، لان استاذ ادم لازم كل حاجه يرميها تحت الكنب ومن ورا الكنب، فكان لازم ان احنا نشيله الكنب بالمنظر ده. وانا اللي بكنس اهو. وبلال بيكنس يا جماعه. بلال اول مره يمسك مكنسه اصلا. سعيده والله ما بعرف اكنس يا جماعه، ما بيعرفش. وظهري لما بوطي اصلا ظهري بيتعبني وكده. بلال بيبقى عايز يجيله ازازه الميه ولا كوبايه الميه وهو قاعد. تمام. صدقني همسح الفيديو ده مش هنزله. بص بلال بيرقص اهو. لا الصراحه بلال النهارده يعني اشتغل معايا كويس قوي، تمام. وكان بقى يعني مجهود جامد عليا طبعا، لان انا لسه ما كملتش الشهر على الولاده، فهو ساعدني الصراحه زي ما انتم شايفيني كده. انا اللي حمستها اصلا.
هو اللي حمسني لسبب يا جماعه، علشان بصوا انتوا شايفين البتاعه دي بقت متبهدله خالص، لان كل ما نيجي نعمل حاجه او نحط شاي او نحط اي حاجه ولا اكل ولا حاجه واستاذ ادم كمان لازم ان هو ياكل عليها فاتبقعت. وطبعا الركنه دي عايزه تتغسل غسيل حلو قوي، بس هي المشكله عندنا لما بيدخلناش شمس اساسا عشان احنا نغسلها ماشي، فطبعا هتكمكم وتبقى ريحتها مش حلوه خالص لو احنا غسلناها وسبناها. طبعا انتوا ايه في اول الفيديو عرفتوا احنا ليه ما بنفتحش الشباك، بالظبط عشان احنا عندنا فيو رائع يا جماعه، عندنا فيو رائع وعندنا كيلو الطماطم ب5 جنيه وعندنا كمان لو فتحنا الشباك هتسمع مش هنعرفوا نصوروا، يعني صوت الناس في الشارع كله هيظهر، وطبعا بقى هم واخدين راحتهم تحت، فممكن واحد يشتم التاني، ممكن واحد يضرب بالظبط بيحصل عركات كتير قوي يا جماعه والله العظيم. عشان كده احنا دايما قافلين، ادعوا لنا ربنا يكرمنا ونطلع يا من رب هنا يا رب، نفسنا امنيه حياتنا والله العظيم، يعني لو ان احنا نطلعوا من الشقه دي يا فعلا رب يا رب. وان احنا ناخدوا شقه تانية، يعني ادعوا لنا يا جماعه بالله عليكم. لا طبعا. وهنا بقى ايه ابتديت ان انا امسح كنوسي يا بيت كنوسي صحي يا بيت سيئي يا بيت. طبعا ممكن حد يسالني ايه اللي انا حطيته في الميه، اللي انا حطيته في الميه ده يا جماعه شامبو سجاد. محدش يسالني يقول لي ازاي شامبو سجاد. احنا بنحط شامبو سجاد في بنعمله بالارض وبنغسله بالهدوم وبنعمله محدش يسالني ازاي عشان خاطر غالي يا جدعان، والمساحيق غاليه. بالظبط انا بغسل على فكره الهدوم يا جماعه، واقسم بالله شامبو السجاد، صابون السائل بتاع المواعين تمام، وشامبو السجاد انا بحطه عشان خاطر ايه يخلي ريحه الهدوم بس حلوه ماشي. فاحنا هنا بقى ايه بنقوله طب هنحط دي هنا ازاي ودي هنا ازاي والكلام من ده، لازم كل واحده تخش في مكانها الاول. بالظبط. احنا انا كنت حاطه بتاع دوت يعني جزء من الركنه بره ماشي، زي ما انا قلت في اول الفيديو كده، عشان خاطر ان احنا بعنا السفره اللي بره، فكانت الصاله بره فاضيه خالص. فانا الصراحه مش حابه يعني الموضوع ده ان هو يبقى ايه الدنيا تبقى فاضيه خالص، والجو ساقع كمان، فلما ما يكونش حاجه في الصاله بره الرطوبه بتبقى عاليه قوي، بتبقى عاليه، بتبقى تلج. فادعوا لي يا جماعه، انا نفسي بجد واقسم بالله ان انا اجيب يعني اطلع الركنه دي بره خالص في الصاله، وان انا اجيب سريرين اطفال، اوضه نوم اطفال، او حتى سريرين. فادعوا لي ان انا نفسي بجد ان انا اجيب سريرين عشان اتجنن ويبقى ايه اوضه لادم وامير كده. ربنا يكرم باذن الله. يا رب يا رب اللهم خلي املك في ربنا كبير. عندي امل والله العظيم. وكده بقى ابتدينا ان احنا ايه نحط الركنه كده. بصي بدأ شكلها يبان قبل ما نخلص حقيقي صح؟ حقيقي يا جماعه. بص اقول لكم على حاجه، انا لما بعمل حاجه تمام وبلال يقول لي لا 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 مش حلوه، طب تعالي غيريها مش عارفه ايه، اقول له لا مش عايزه اغيرها، ولما تتغير بتبقى شكلها حلو وبيطلع وتقول لي انت صح في الاخر، وكل مره على كده، وكل مره بطلع انا اللي صح. حقيقي انا هنا تعبت والله العظيم، وظهري وجعني جامد تمام. انتوا شايفين طبعا الفيديو متسرع جامد قوي، فاللي هو عشان خاطر طبعا ما يبقاش ممل، فاحنا كنا قاعدين فتره طويله والله. الكرتونه دي بتاعت الصيني بتاعي يا جماعه، الصيني اللي هو كان في النيش، واحنا مش وكوبايات بقى وتقوم شربات ومش عارفه ايه وصواني ما تبيعيهم. لا طبعا مش هبيعهم. بيعهم واديني فلوسهم. لا طبعا مش هبيعهم. لا وما بفكرش ان انا اجيب نيش كمان، يعني انا ما بفكرش في الموضوع ده خالص. يعني افرض حد جالي او كده لازم جالي ما فيش نيش، هتطلعي الصيني ايه من البتاعه دي؟ ما بتطلعيش منها حاجه. لا بطلع والله العظيم بطلع يا جماعه اقسم بالله. طبعا بلال هنا وقع لي البرواز دوت وانا ما كنتش عارفه اعمله تمام، بس هعمله يعني. عملت لي بقى ايه فلوطه وقالت لي انا هركبه. ايوه ركبته فعلا. وهنا بقى ايه ببتدي ان انا امسح الحته دي عشان خاطر ندخله ايوه هي دي بقى اللي كانت بره تمام. فانا كنت حابه ان هي تبقى بره الصراحه. بص احنا ما مسحناش الخشب ده، مش مشكله، ما مسحناه، بس هو كده مره تانية. وهنا بقى ايه هنيجي نحط البتاعه دي مش هتدخل. هتطلع ترنوت. بص هتعمل ايه دلوقتي يا جماعه؟ بص العبيطه دي. بص كاني نازله اسانسير. لا انا مجنونه يعني. وعيله قوي الصراحه. فقلت له بقى يطلع الكرتونه دي بره كده عشان خاطر ان احنا امسح بقيه ال اسمه ايه الصالون ده تمام، الركنه. وانا جايه واخده معايا على الصالون يا جماعه، عشان احنا كان عندنا صالون في الاول، يعني اكيد اللي هو كان متابعنا وعارف من الاول ان كان في صالون هنا بدل الركنه
ماشي. فهنا بقى ايه بلال بيمسح الكمبيوتر الركن الخاص بتاعي وما كانش عايز يمسحه يا جماعه. انا تمام، ما كنتش عايز امسحه. قلت له لا لازم تطلعه بره كده قلت لها لا، خاطر. قلت لها همسحه بس مش هشيل الحاجه من مكانها. لا كان لازم ان احنا نمسحها عشان بصوا خاطر كان حطينا في سجاده تراب تحت لان يا جدعان رصاص. عايز اقول لكم الرطوبه بتطلع عليا وانا بمنتج الفيديوهات ولا قاعد على الكمبيوتر، بحس بتلج فظيع اكني قاعد في ميه حقيقي. انا قعدت جنب بلال والله من كام يوم كنا بنتفرج على فيلم وكده، وحاطه امير على رجلي حسيت ان انا في تلجت وحتى كده برضو، حتى المشايه اللي حاطينها دي برضو، وبرضو الرطوبه بتبقى عاليه قوي وبتحس ان انت قاعد في ميه. بص بقى شامبو السجاد ده بقى احط بقى شويه بعد ما بمسح يا جماعه في الميه، اجي حاطه بقى شويه على السيراميك كده وامسحه، بيبقى الريحه رهيبه يعني. اللي بيجرب شامبو السجاد يقول لي، بس جربوه. انا عارفه ان انتوا اكيد بتجربوه على السجاد يعني، لا جربوه على الارض وهتدعوا لي والله. والله هتدعوا لي والله. ايوه هنا بقى فرشنا السجاده وخلاص. بص المنظر بقى رهيب 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 كده الشقه بانت شويه اهو. لا هي بانت الصراحه يعني بجد. اللي هو ان انا كنت بجادل بلال دايما ان انا احط بقيه الركنه دي بره، لا بس الصراحه يعني الركنه وحشتني كلها. وهنا بقى ايه طلعنا بقى للحفله اللي بره. والله العظيم تعبت جامد، واقسم احنا مقضيينها لعب وهزار وضحك وضرب وكل حاجه يعني. ماشي. فهنا بقى ايه بلال بيحط الكرسي بتاعه على الكمبيوتر. وهنا المكان يا جماعه اللي انا بحط فيه اللعب بتاعت ادم اللي هو مبهدل لي الدنيا كل يوم وكل شويه ان هو يطلع اللعب دي. فطبعا يعني واللعب دي اصلا اتكسرت جامد يعني. ماشي. فهنا بقى هنطلعه البتاع دي شويه كده واعدل الغساله، لان الغساله الخرطوم بتاعها طبعا نزل ميه كتير قوي، فقلنا نظبط الدنيا يعني. فهنا بشيل بقى المشايات والحاجه. والسجاده دي طبعا مش السجاده بتاعتي يا جماعه، انا مستلفاها من ماما. احنا الاوضه اللي بره دي بايعينها حقيقي والله العظيم بالسجاد بكله. فانا واخده السجاده دي من ماما عشان طبعا يعني ما تبقاش فاضيه. ماشي. فزي ما انتم شايفين كده بقى، وهيبقى المنظر رهيب بقى بعد ما اخلص يا جماعه. والله العظيم حسيت ان انا عملت حاجه يعني. والسلك بتاع بلال ده بتاع النت يا جماعه مضايقني جامد. هو النت ده اللي والله العظيم مضايقني قوي قوي قوي. فين سلك النت ده؟ سلك التليفون الارضي كل شويه تقول لي علقه فوق. طب اعمل له ايه الكرسي ده اللي انا حطيته فوق دي مش جزامه عشان بس ما حدش، دي مش جزامه، دي الشيفونيره اكيد كله عارفها طبعا. وطبعا اوضه النوم صغيره قوي ان انا حاطه سرير متر او اقل من متر كمان عشان ادم ينام عليه. ماشي. والكرسي ده بتاع السراحه فملهاش مكان، ملهاش مكان جوه، ملهاش مكان. بس الكرسي ده راحت عليه خلاص، اتكسر واتبهدل واتملى ميه كان وحاجات كتير قوي. بص الزباله يا جماعه. والله انا ساعدتك يا بنت اهو، والله ساعدتك في الفيديو اهو. ادعي لي الله يسعدك يا بلال. الله يسعدك. قولي لي يا سبلال. يا سبلال على راي ياسمين عز. يا سبلال. بصوا هنا بقى ايه كان في حاجات كتير قوي 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 كراكيب ورا الشفونيره دي. ليه بقى؟ لان الاستاذ ادم كل ما يطلع حاجه اجي واخداها رميها ورا. ماشي. ما حدش يقول لي ان انا معفنه عشان مش معفنه يا جماعه. ماشي. ولا هو ايه بلال كان بيقول لي لا سيبيها وتعملي ايه، قلت له لا لازم اصل انا عارفه المصيبه اللي انا عاملاها ورا. تمام. فقلنا بقى ايه ان احنا نروقه بقى كده وكل حاجه تبقى متظبطه وما يبقاش فيه كراكيب عشان طبعا الصيف طالع وكده ان شاء الله. مفيش بقى حشرات. وحشني الصيف والله العظيم احنا بنعشق الصيف بجد. انا بحبش الشتاء. واللي يقول ان هو بيحب الشتاء يبقى الصراحه مش عارفه اقول يعني. لان الشتاء ده بيبقى صعب قوي قوي علينا وعندنا الشقه بتبقى تلج جدا. يقول لك بقى نسمعه فيروز نسم علينا الهوا أيوة. في المطر ونشرب القهوه. ولا مطر ولا قهوه ولا بتاع. انا بقعد بشرابين وبقعد بلال بنطلونين وخمس 9 تيشرتات. والله حقيقي فعلا. وسقعان برضو. شتت ايه بس؟ ده غير الطينه اللي في الشارع والبهدله. احنا ما بننزلش حرفيا في الشتاء يا جماعه بجد والله العظيم. لا نزلنا الكام يوم اللي فاتوا. اليومين اللي فاتوا ماشي عشان خاطر الدكتور والكلام ده وكرشنا. ايوه صح. وكانت بتشتي علينا الدنيا. ايوه فعلا والله. بص بقى كده بقى في روقان ورا الشفونيره دي عشان خاطر المنظر كان رهيب قوي. والخشبه دي اللي انا هطلعها بره. طبعا احنا كنا متعاركين قبل كده انا وبلال وكسر لي المرايه بتاعت الحمام. انت بتساحي؟ ايوه ماشي. فقلت الخشبه دي احطها عشان خاطر طبعا اللي يدخل ياخد شاور او كده محدش بقى يشوفه والكلام من ده. ايه اللي انا بقوله ده؟ مش عارفه اهبل والله.
فطبعا دول بقى الحاجات دي انا هحطهم هنا عشان خاطر ان انا اغسلهم، لان في غسيل في الغساله. خلي بالكم انتوا وصلتوا، لو وصلتوا لغايه هنا وما عملتوش لايك انتوا حرين. ازعل والله العظيم. انتوا حرين. هفركش بصوا هكعبل الشقه تاني. ماشي. لا اللي طلبوا مننا بقى الروتينات يا جماعه، يعني يدعمونا بجد، وان هم يشيروا الفيديو دوت ويعملوا لايكات وكومنتات، واللي لسه داخل في القناه يشترك في القناه ماشي، ويفعل زر الجرس على كلمه الكل عشان ننزل لكم كل جديد. ايوه بقى. طبعا هنا انا بروق وقفلت البيت بقى كده، والم بقى شويه الزباله دول بايديا يا جماعه عادي يعني. اكيد يعني ماشي. لا في جاروف، بس انا طبعا لسه هدخل بقى اجيب الجاروف والكلام من ده. لا طبعا انا اشيل بايديا كده كده، طبعا ايديا متبهدله ماشي وبس كده يعني. طبعا هنا بقى بروق كده، واللي هو حطيت تاني برضو شامبو سجاد عشان طبعا تبقى هانت الشقه ايه قربت تخلص اهي، وبدات يعني ايه هي الاوضه اللي بره فضيت يعني، بس ايه كده احنا مرتاحين نفسيا، الشقه مترتبه ومتروقه تمام كده، الواحد بيبقى حاسس براحه كده وهو قاعد في البيت. طبعا انا ما قدرتش ان انا اشيل الكرتونه دي، لان الكرتونه دي جابت يا عيني الغلبان اللي هو اسمه بلال ده، يا عيني يزق لك انت غلبان اكتر مني يعني. والله لا انا غلبان والله. وطبعا بقى مسحت الباب هنا، لان استاذ ادم طبعا بيطلع على ده كومودينو يا جماعه اللي جنب الباب ده على فكره ماشي. انا حاطه واحد بس جوه، لان ما فيش مكان في الاوضه خالص، الاوضه ما فيهاش نفس نهائي يعني. فبيطلع بقى على الكومودينو دوت، وبيطلع يحط ايده وبيكتب بالقلم وكلام من ده، فانا قلت امسحها تمام. طبعا دي عايزه مسحه بقى تانية خالص يعني، غير المسحه دي مسحه فوق الوش يعني. فوق الوش، لان هي ملبخه عايزه جلانس او الحاجات اللي هي لا انا بتكلم على الحيطه نفسها يعني. بص والله الحيطه دي عايزه ليفه ولا حاجه وتدعك، بس مين بقى يطلع فوق، لان انا قصيره، فاستاذ بلال هو اللي هيعملها. على راي ياسمين عز برضو. بس كده بقى خلاص، اللي هو بنبتدي ان احنا يعني نفنشه لمسات التاتشات الاخيره بالظبط كده، اللي هو خلاص كده انا بمسح مسحه اخيره عشان خاطر بلال يفرش السجاده. بلال اللي يفرش السجاده برضو. انا هطلع انفض السجاده. هو بس انا هتقفل عليا الباب وكرشتني، مش عايزه تدخلني يا جدعان. وهيقعد يرن الجرس يا جماعه وانا مش هفتح له، مش عايزه تدخلني. حاولي. بص المنظر يعني الى حد ما طبعا يعني بقت كويسه غير الاول خالص طبعا ماشي. لما اتفرشت طبعا انا هفرش بقى الحاجات الصغيره دي كده عشان خاطر الصاله ما تبقاش فاضيه، لان احنا عندنا تلج 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 بجد يعني، لحد ما ربنا يسهل. البلاط ده كله، السيراميك ده كله بيطلع الرطوبه ايه لحد ما ربنا يسهل لنا ان شاء الله كده، ونفرشوا الشقه تاني كده ونظبطها او نعزله يا رب. يا رب نعزله يا رب. ادعوا لنا يا جماعه ربنا يكرمنا بجد ان احنا نعزله بجد يا رب. كده خلصت يا لا. بصوا بقى كده المنظر، كده بقى المنظر بقى خلاص، ولو ان انا اصلا هيست وخلاص نسيت كده احلى ولا قولوا لنا انتوا بقى، قولوا لهم بقى اساليهم كده احلى يا جماعه ولا الاول؟ بصوا بقى كده كده خلاص احنا خلصنا الاوضه اللي بره واللي جوه. طبعا اوضه النوم مش يعني اوضه النوم، لقينا الفيديو هيبقى طويل قوي. انا حسيت بانتصار يا جماعه عشان خلصت. طبعا زي ما انتم شايفين احنا اخدنا وقت طويل طبعا لحد ما روقنا الشقه بره، اللي هي الاوضتين اللي بره بس يا جماعه، دي الصالون والصاله تمام. فالنهارده بقى مش هينفع، مستحيل نعمله ده كله، فانا هعملها من فوق الوش كده لحد ما نعمله فيديو تاني لو عايزينه. من فوق الوش ده بصيلي ليه؟ ماشي، لحد ما نعمله فيديو تاني لو عايزيننا نعمله اوضه النوم وكده والمطبخ بقى وبقيه الشقه. اكتبوا لنا في الكومنتات، وما تنسوش بقى تعملوا لايكات واشتراكات وكومنتات وشير وحاجات كتير قوي. ولو حابين ان احنا نعمل روتينات على طول قولوا لنا برده في الكومنتات. بحبكم جدا، مع السلامه.